جايبين لي اوتو هيطور محبوس في مشهد ثانيتين علشان يبرروا عدم ظهوره من ساعه عزله عليه ايجون. انتوا معايا الرجاله والله. وايه اللي لارس وايجون بيقولوه ده فكروني المشهد تعالى وهنجوزك هنومه. اهلا بيكم في قناه مراجعات ادم. الفيديو ده فيديو سريع عن رايي في الموسم الثاني من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون ككل، وكلام سريع عن تطور الشخصيات في الموسم ده، وهل متحمس للموسم الجاي ولا لا. دي مش مراجعة مفصلة للحلقة الثامنة والأخيرة من الموسم الثاني للمسلسل، ده فيديو سريع لتقييم الموسم ككل. ولو حابين حلقة مفصلة زي ما عملت في الحلقات اللي فاتت فعرفوني في الكومنتات، ويا ريت محدش يقول إنه عاوز حلقة مفصلة. ما تكبروش الموضوع يا شباب، هو موسم ملوش لازمة أصلا. لايك وسبسكرايب بقى حلوين قبل ما ندخل في الفيديو كده، ويلا بينا بقى على تقييم الموسم الثاني كله على بعضه كده. شفت الانترو يا سعيد وخلصتها الحمد لله؟ طب خد دي في وشك بسرعه كده. تقييمي للموسم الثاني من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون هو 5 من 10، وهم حلقتين بالظبط اللي من غيرهم كنت حطيت الموسم ده في قائمه الخرابه اللي مشرف فيها فيلم على الماشي لعلي الربيع. انت متخيل؟ وخلينا نتكلم بقى عن الحلقه واذكر كام حاجه حلوين كده في الحلقه الثامنه والاخيره للمسلسل. كام حاجه حلوين. بص يا باشا، هو الحلو في الموسم ده انه خلص، والحلو في الحلقه الثامنه هي القفله بتاعته والموسيقى اللي اشتغلت في نهايه الحلقه. يا باشا بقول لك موسم زفت وقطران، عاوزني اقول لك ايه بس؟ ديمون ومسحول ومتنيل طول الموسم، ولما لمس شجره القف دي فاق يا عيني وشاف مصير ويستروس كلها، فركع لرينيرا لان اخوه فيسيريس ما دام اختارها يبقى اكيد شايف انها هتقدر على حاجه مختلفه، لان الحرب هتنهي عليهم كلهم. كمان في الحلقه كان كل شويه يظهروا لي فيها البت رينا بنت ديمون وهي عماله تدور على التنين البري، ولا عطشانه يا عيني، دي نامت في البرد يا كبدي، دي اتفشخ التدوير يا ضناي، انا مال امي. ايه المشاهد اللي ولا ليها اي لازمه ولا ليها عزه دي؟ ما تتزفت تحط لها مشهد في الاخر وخلاص، ما دام سيادتك كمان مش هتوريني هي هتعرف تخضع التنين ده ولا لا. ومحدش يعصبني ويقول لي في الروايه مكتوب ايه، ده زفت عمل فني مختلف عن زفت الروايه اللي هي عمل فني برضه مختلف هي كمان. نكبر ونعقل بقى ونروح لمشهد ايجون وهارس بتاع تعالى نهرب وهنجوزك هنومه، ده برضه مشهد معاد ومكرر بين ايجون ولارس، وتوضيح حقيقي لفقر الكتابه في الموسم ده. الموسم كله مط يا بيه، عشان لما قلت وهقول عن صناع العمل ده انهم شويه عرر محدش يزعل. ونروح لمشهد كورلس مع ابنه الكبير اللي يعتبر كان حلو، لانه وضحت فيه حجم معاناه ابن كورلس في السنين اللي ابوه ما كانش معترف بيه فيها. حواريا ده كان مشهد كويس، واداء ابن كورلس فيه كان مختلف عن وش الجبس اللي مصدره لنا من اول الموسم، والجميل كمان هو تبرير ليه هو مصدر وش الجبس ده. اما بقى عن مشهد أليسنت ورينيرا فكلام الحريم ما يتاخدش عليه ولا يتاخد بيه يا زميلي، معلش هرمونات متحركه بقى على الارض. وعارف كويس ان ده مش نقاش فني عن اللي انا شفته، لكن انا مش هتعامل مع الاحداث بعقل اصلا. اللي شفته كان قرف وموسم بجد للنسيان، فهتريق وهفشخ المسلسل كمان. موسم وبدأ بالاستعداد للحرب وانتهى بنفس الاستعداد، ده شيء محبط. اعتقد اننا كلنا كنا متوقعين ان الاحداث تتصاعد بشكل اكبر وتوصل لذروتها، بس للاسف ده محصلش. انتوا مستنيين ايه غير حرب في الموسم الثالث؟ يعني بكل بساطه ده كان موسم تمهيدي درامي للموسم الثالث. يعني المفروض نبرز في الموسم الثاني اللي عارفين كويس كصناع للعمل انه هيبقى موسم تحضيري للي جاي، نبرز بقى عناصر القوه بتاعتنا في النواحي الدراميه، ونكبر دور الشخصيات اللي تقدر تقدم لي العاب سياسيه زي اوتو هايتاور ولارس وميساريا. لكن انت سحبت من الاول اوتو هايتاور تماما، وجيت تطلعني في مشهد في اخر الحلقه انه مسجون يا عيني، ولارس همشته خالص لحد ما لا ضلته في حاله ايجون، فما تحسش بدهاء لارس غير في مشهد مع ايجون وهو بيفهمه المفروض هيعمل ايه في اللي جاي. اما ميساريا فدي اللي اتفرد لها وقت كويس وقدرت تقدم فيها افكار كتير لرينيرا، فرقت جدا في تحول الدفه، وان رينيرا تبقى في موقف قوه بعد ما كانت في موقف ضعف، وخصوصا بعد ما ديمون راح واتسحل في القلعه اياها. وهنا يجي السؤال، هل ده كافي دراميا لحضراتكم كمشاهدين؟ موسم هيعتمد في الاساس على الدراما والحوارات بين الشخصيات، حلقات كتير له تتقدم بفقر كتابه واضح، وشخصيات قادره تنقل الاحداث الدراميه لمستوى اعلى بنخفيها عن المشهد تماما من اول حلقتين في الموسم، وشخصيات تانية كانت قادره في حدود رسم شخصيتها اللي كلنا عارفينه انها تعمل تطور كبير في الاحداث. فلا، احنا هنسحلها في مشاهد ممله لدرجه انها تبقى اكبر سلبيات الموسم. ده كده كان صح؟ ده انا عاوز احول سؤالي لصناع العمل والله واقول لهم، اكتفيتوا من تخريب المسلسل؟ شبعتوا ولا لسه؟ في حلقات كانت كويسه جدا زي الحلقه اللي شهدت المواجهه بين ميليس وايمون
المواجهه دي كانت من افضل لحظات الموسم وتم تقديمها بشكل جيد، وكمان الوقت اللي كان بيتم فيه المواجهه بين التنانين وافراد مختلفه من الترجريان، يمكن نلاقي فيهم راكبين جدد للتنانين دي، دول كانوا الاسباب اللي رفعت التقييم شويه. غير كده فالموسم كان زبادي بالخلاط ومنتهي الصلاحيه، حلقات كتير كانت متوسطه وحلقات تانية كانت فعلا سيئه. عدم التوازن ده خلى الموسم يظهر بشكل عرة، وده اكيد مش اللي احنا كنا منتظرينه، خصوصا بعد موسم اول ناجح. وده لا يمنع ان اقول ان مشاهد النهايه في الحلقه الثامنه والاخيره للموسم الثاني مع الموسيقى اللي اشتغلت وقت ظهور المشاهد دي كانت ممتازه جدا وحماسيه فعلا، لكن الموسم ككل ملوش لازمه. وفي النهايه فزي ما قلت ان الموسم ده كان زبادي بالخلاط، في حلقات كانت كويسه وحلقات كانت متوسطه وحلقات فعلا كانت سيئه، والتقييم اللي اديتهوله اللي هو 5 من 10 ده تقييم معقول وعادل جدا من وجهة نظري للموسم ككل. والحمد لله اني ما كنتش مقيم حلقة وحلقة. وسؤالي ليكم، يا ترى هو تقييمكم للموسم ده بعد ما انتهى؟ يا ريت اعرف رايكم في الكومنتس. لايك وسبسكرايب بقى يا شباب عشان ده فعلا بيساعدنا نكمل. وبس كده، الحمد لله انه خلص. سلام.